شايفين الجمال ده؟ من غير ولا بيضة، كريسبي ومقرمش. هنعمل مع بعض القرنبيط طلع بقى وبقى كتير في السوق، واللي بيحبوا القرنبيط هنعمله النهاردة مع بعض من غير ولا بيضة ولا لبن ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي كريسبي ومقرمش وتحفة ولونه جميل جدا، وكمان مش هيشرب زيت خالص. شايفين الجمال؟ بجد يستحق التجربة. وده كمان الليمون اللي احنا عملناه مع بعض السنة اللي فاتت هتلاقوه على القناة. جبت زهرة قرنبيط وغسلتها كويس وقطعتها بالشكل ده، وحطيت على النار حلة فيها مية وكمون وملح. اول ما المية تبدأ تسخن معايا هنزل كده بزهرة القرنبيط، ويكون القمع بتاعها لتحت والزهر لفوق. في بولة بقى هحط كوباية دقيق عليها نص كوباية نشا، وهحط البهارات اللي هو ملح وبصل بودر وتوم بودر وكركم وبابريكا وكمون وكزبرة. هحط كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر والبابريكا. معايا بقى كوباية مية، وهكون كمان مجهزة فصين توم مفرومين حطيتهم في المية ومعلقة صلصة. هقلب الخليط ده كويس جدا، وهقلب الخليط اللي هو الدقيق بالبهارات، هقلبها كويس كده، وبعدين هنزل عليها بكوباية المية اللي انا قلبت فيها الصلصة والثوم. معايا كمان نص كوباية مية، يعني هو كوباية الدقيق عليها نص كوباية النشا والبهارات، هياخدوا كوباية ونص مية، حوالي كوباية ونص مية. هقلب كويس لغاية اما الربة معايا تبقى بالشكل ده كده. دي برضو كوباية دقيق وعليها نص كوباية نشا، ونفس البهارات والتوابل اللي انا حطيتها في الخلطة الاولانية حطيتها في التانية. خلاص القرنبيط اتسلق معايا، هصفيه واغسله بمية باردة، وبعدين هنبدأ بقى نغلفه مع بعض. شايفين اهو حطيته في مصفى لما صفى المية بتاعته كويس جدا، والربة بتاعتنا شايفين قوامها عامل ازاي، زي خليط الكيك كده. هبدأ بقى هنزل بالزهرات بتاعتي كده، انا بحب اقطعه صغير يبقى مقرمش وبيبقى جميل. وبعدين هاخده من الخليط السائل احطه في الخليط الجاف. بعمل الكمية كلها وبعدين بروح على الزيت احمر مرة واحدة. شايفين؟ عايزة اقول لكم انه كريسبي ومقرمش بجد، كأنك بتاكلي فراخ مش قرنبيط. بيبقى طعمه حلو جدا وما بيبقاش شارب ولا نقطة زيت. هكمل بقى كمية كلها اللي هو الدور اللي انا هحطه، وبعدين هقلي كده بالشكل ده. وعلى ما ده يتقلى هكون عملت ايه، دور تاني اجهزه. يعني قرب ما الدور ده يبدأ يطلع معايا هكون انا مجهزة دور يتحط بدل ده. الزيت طبعا بيبقى سخن وبعد ما بيسخن بخلي النار وسط، وبعدين بنزل بالقرنبيط لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل معانا ده. بعد كده هطلعه على مناديل مطبخ. شايفين لونه وجماله، وعايزة اقول لكم ان هو مش شارب زيت خالص ومقرمش وجميل جدا. هسمعكم دلوقتي صوت القرمشة. خليكي معايا وتابعي معايا الفيديو علشان تشوفي بجد القرنبيط ده تحفة، ولو جربتيه عمرك ما هتعمليه بالبيض ولا بالحليب تاني. معايا بقى كده بعد ما طلعته على مناديل المطبخ، في طبق التقديم حطيت شوية بقدونس وكزبرة، وهنزل عليهم كده بالقرنبيط، هرصه كده بقى عشان نقدمه. ويا جماله بقى ويا طعمته وريحته بجد تحفة. سامعين صوت؟ مقرمش وجميل جدا، هيعجبكم قوي. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. ولو عجبكم القرنبيط بدون بيض وبدون لبن، اكتبوا لي في الكومنتات. وتابعوني على قناتي انا ايمان جودة. تابعوني على قناة اليوتيوب وعلى وعلى صفحة الفيسبوك. ويا رب يعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الليمون بتاعي اللي هو المكبوس هتلاقوا الفيديو بتاعه على القناة. شايفين بقاله سنة وما شاء الله يعني جميل جدا، وشايفين لونه حلو قوي. جربوا القرنبيط بالطريقة دي ويا رب يعجبكم، واستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.